أخويا ابن قلبي انتقل إلى رحمة الله تعالى. شريهان يوسف بلوجر مصرية مشهورة على التيك توك. أخوها شاب عنده 17 سنة فارق الحياة بسبب الإندومي الكوري. طلعت شريهان منهارة في فيديو على التيك توك بعد وفاته، لأنها كانت بتعتبره ابنها مش أخوها وهي كانت مسؤولة عنه. شريهان أكدت إن آخر حاجة أخوها أكلها كانت الإندومي الكوري اللي كان بيحبه وبياكله كل يوم. أخو شريهان فضل 5 أيام بآلام شديدة في المستشفى وبعدها فرق الحياة. ربنا يصبر قلوبهم يا رب. تعالوا نقول لكم التفاصيل كلها وتقارير الدكاترة قالت إيه وإيه مشكلة الإندومي الكوري. كل شوية دولة تطلع علينا بمنتجات غريبة، ولأننا بنحب الترندات بنجري ورا التجارب دايما. من كام سنة لقينا كوريين افتكسوا الاندومي الكوري، وهو نودلز سريعة التحضير بس معاها كمية شطة كبيرة جدا. وعلشان احنا بنحب التحديات كان فئة الشباب اكتر فئة بتاكل الاندومي ده، وعارفين انها خطر، بس توصل ان شاب 17 سنة يتوفى منها. تفاصيل كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. شريهان يوسف طلعت على التيك توك بعد وفاة أخوها علشان تأكد على كل جمهور السوشيال ميديا إنهم يعملوا مشاركة للفيديو علشان أكبر عدد يشوفوا ويخلوا بالهم ويمنعوا الإندومي خالص عن أولادهم، ربنا يحفظهم جميعا. ودي ما كانتش الحالة الأولى، وده عرفناه من دكتور في قسم طوارئ أحد المستشفيات اللي أكد لنا إن الإندومي الكوري الحار اللي فيه كمية شطة كبيرة اتسبب في 3 حالات تسمم غذائي، لأنه بيعمل فشل كلوي حاد والتهاب شديد في المرارة. واحد منهم كان ممكن يتلحق بالغسيل الكلوي وكميات عالية جدا من المحاليل على مدار 24 ساعة، لكنها إرادة الله في الآخر. طيب يلا نعرف حكاية الإندومي الكوري علشان نعرف فين خطرها ونحمي نفسنا واللي حوالينا. الإندومي الكوري فيها نسبة عالية من الأملاح ومكسبات الطعم اللي خلت خبراء التغذية يحذروا من أكلها بشكل كبير، لأنه مش بس بيسبب أمراض، ده ممكن يوصل للوفاة. الدكتور محمد المنيسي استشاري أمراض البطنة والجهاز الهضمي والكبد قال إن الكلام ده مش صح، وسواء الإندومي الكوري أو العادي لا يتسبب في الوفاة، لأنها تمر بالعديد من المراحل بداية من الإنتاج وحتى وصولها للمستهلك علشان تاخد التصاريح اللازمة من الجهات المعنية بالصحة وسلامة الغذاء في كل أنحاء العالم. وأكد في تصريح للمصري اليوم إن مكونات النودلز من الدقيق غير نافعة وغير ضارة، وإنها سعرات خاوية وملهاش أي أضرار تانية، وإن النكهة الحارة الزايدة فيها هي مكسبات طعم ورائحة ما فيهاش أي مشكلة. طب إزاي يا دكتور؟ واللي مات ده؟ طب وحالات التسمم؟ كل ده الإندومي مش سببه؟ الدكتور علق على وفاة أخو البلوجر شريهان يوسف إن في كتير من الأسباب اللي ممكن تسبب الوفاة. ممكن يكون عنده تاريخ مرضي، أو عنده القلب مثلا، أو تعرض للتسمم من أي مادة تانية، إنما مستحيل يكون الوفاة بسبب الإندومي. وقال إن الطب الشرعي الفيصل وهو الوحيد اللي هيحدد سبب الوفاة. أما دكتورة منال عز الدين بحسب معهد تكنولوجيا الأغذية، هي كمان أكدت إن ما ينفعش نتهم الإندومي الكوري إن هو سبب وفاته، وإن الشطة هتسبب التهاب جدار المعدة إنما وفاته مستحيل، بس إن المنطقي إن أكلها بشكل مفرط خطر طبعا. وإن كيس الملح اللي بيكون في كيس الإندومي هو غلوتامات أحادية الصوديوم، ودي بتأثر على الجهاز العصبي للشخص لأنها بتعزز النكهة 8 أضعاف، وده اللي بيخليهم يحسوا إن الطعم لذيذ وحلو. وإن أكلها كتير خاصة للأطفال بيعمل فرط حركة وتشتت انتباه وانعدام التركيز مع مرور الوقت بسبب إفراط الضغط على الجهاز العصبي. وفي دول خدت موقف بالفعل من الإندومي بسبب حالات الوفاة والتسمم الكتيرة زي ماليزيا وتايوان اللي اتحركوا فورا وسحبوا كل منتجات الإندومي العادي والكوري. كل اللي نقدر نقوله ربنا يحفظنا ويحفظ أولادنا إن شاء الله.